الوحش لابوبو. دمية اتباعت $150,000. لعبة مش ساعة ذهب، مش لوحة فنية نادرة، دمية بلاستيكية اسمها لابوبو. انا مش بهزر، اغرب ترند طلع في اخر 5 سنين، وخلال فترة قصيرة عملت مبيعات باكتر من $500 مليار. الناس اتجننت عليها مؤخرا. I want a big one. That's what I've been trying to get. كل بيشتريها. ايوه، مجرد لعبه شكلها غريب، سنانها طالعه، عيونها بتلمع كانها بتبص جواه. بس الغريب مش في شكلها، الغرابه في اللي الناس بتعمله عشان تشتريها، والهستيريا في ان هم يشتروها. ناس بتصفي حساباتها عشان تشتريها، وناس بتطلع في اللايف بتبكي عشان طلع لها نفس النسخه من لابوبو. انت لو ما تعرفش اي حاجه عن الترند ده، انا عارف ان انت مش فاهم حاجه، بس ايوه الناس اتهوست الهوس ده عشان لعبه، بس مش اي لعبه ترند. والاغرب من كل ده ان CNN نفسها طلعت وحذرت ان الترند ده ممكن يكون علامة على انهيار اقتصادي قريب. مجرد لعبة بس بقت فيروس نفسي. ده مش فيديو للعبة، ده فيديو عننا احنا وايه اللي ورا الموضوع ده، وازاي انتهى الحال بالناس للمرحلة دي. اوعى تفتكر ان دي قصة لطيفة، لان لابوبو مش كائن كيوت، ده وحش. واهلا بكم في اغرب فيديو انت غالبا شفته في 2025. ايوه لابوبو. انا بجد ما عنديش وقت للمقدمه، انا عايز اخش في الموضوع على طول. لابوبو ترند بيكشف لنا قد ايه ان البشر ممكن لعبه قد كده تجننهم. انا هحكي لك القصه من اولها وازاي الموضوع ده اصلا بدا، واي انسان واعي هيبقى فاهم ان في حاجه غلط. طيب انت لو ما تعرفش ايه هو لابوبو اصلا وما سمعتش عن الترند، انا هديك خلفيه عن الموضوع سريعه يعني، حتى لو انت عارف القصه ما تقلقش، مش هرغي كتير في النقطه دي. لابوبو هو الدميه دي. دميه شكلها بين الوحش الصغير والكائن اللطيف الكيوت، سنان مدببه طالعه، ودان طويله، ووشها فيه حاجه غريبه بتشدك، كانك مش مرتاح بس في نفس الوقت مش قادر تبص بعيد. التصميم ده في البدايه يبدو لك ان هو تصميم عشوائي عادي للعبه، بس الحقيقه التصميم ده معمول بدقه مش طبيعيه، واكيد ده مش صدفه. ورا التصميم ده فنان اسمه كاسينج لونج، فنان ألماني من أصل صيني، كان بيرسم شخصيات مرعبة للأطفال، بس مش مرعبة بمعنى حاجات عنيفة، مرعبة بمعنى غريبة، مختلفة، مريبة كده يعني. جت شركة صينية اسمها بوب مارك، خدت الرسومات بتاعته وحولتها لدوما فينير، وبدأوا يبيعوها في أسواق شرق آسيا. لابوبو هي واحدة من سلسلة اسمها ذا مونسترز، وكل شخصية فيهم ليها طابع فريد واسم مختلف. دي مش حاجة لسه نازلة جديد ولا حاجة، الشخصية ظهرت لأول مرة سنة 2015 في كتاب الرسوم ذا مونسترز تريولوجي. كانت رسومات بس مش دوما، لكن بعد توقيع بوب مارت عقد حصري مع كاسينج لونج تم إصدار الدوما في الأسواق بشكل رسمي سنة 2019. بس الترند بدأ وانفجر بشكل جنوني في 2024 ووصل لأعلى مراحله في 2025 اللي هو حاليا. السؤال هنا ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ ليه دلوقتي؟ اللي حصل واحدة من أشهر المغنيين في آسيا وتحديدا كوريا الجنوبية. المغنية دي واضح إن العالم كله عارفها إلا تقريبا، اسمها ليزا، والباند بتاعها بلاك بينك، جماعة الكيبوب وكده. المغنية دي بكل بساطة نزلت صورة ليها عادية جدا وهي ماسكة لابوبو عادي جدا، مفيش أي حاجة، جاست صورة. وبعدها التيك توك اتجنن. انتوا عارفين فانزات الكيبوب كتير جدا، الكل بدأ يدور عليها ويشتريها، وطبعا الانفلونسرز هم عايشين عشان الترند، فبدأوا هم كمان يشتروا، والناس بدأت تقلد فيديوهات انبوكسنج، تحديات، مين اللي هيلاقي النسخة النادرة الأول. ناس بتبكي لما يطلع لها نفس النسخة مرتين، وناس بتدفع آلاف الدولارات عشان تجيب نسخة معينة. الناس حرفيا اتجننت، بقى في اوبسيشن حقيقي، بقى بيزنس بقى، والناس تبيع وتشتري، وناس تطلع تقارن، لغاية ما حصلت المفاجأة وظهر لنا لافوفو. ايه ده؟ طبعا انت لما تعرفش حاجة عن الموضوع ده هتقول ده دمية تانية، لعبة تانية وعبط بقى وبتاع. لا، ده التقليد من لابوبو. هم سموا التقليد، يعني بدل ما في منتج وفي التقليد منه، لا هم اخترعوا اسم للتقليد كمان. بقى انت لو معاك الاصلي هو لابوبو، لو معاك المضروب فهو لافوفو. فاهم حاجه؟ على فكره انا انسان عاقل، عارف ان الكلام اللي طالع مني ده يبدو ان انا شخص تافه بس لا والله، هو ده الحقيقه. الناس بتعمل كده فعلا. لافوفو هو نفس الشكل تقريبا بس الجوده رديئه، مضروب منه. عارف انت الموضوع زي اديداس وابيداس، فاهم؟ التفاصيل الوش بايظه، الكرتونه مش نفس الماتيريال. التقليد بقى بيتباع على الانترنت، اللي هو بقى لابوبو الغلابه. وطبعا بقى في نصب في الموضوع، ناس تشتري على انه لابوبو، يوصل لها يطلع لافوفو، يقعدوا يطلعوا يعيطوا في اللايفات. موضوع عبثي، تحس ان انا بحكي لك فيلم بس هو مش فيلم، هو حقيقه. الفكره ان الموضوع كبر قوي لدرجه ان بقى في ناس طلعت تعمل ريفيوز وبتعمل مقارنه، تقول لك هو الاصلي ليه؟ لانه في باركود، وبقى بيعاملوا معامله الايفون، فاهم؟ يعني بالنسبه بتتعامل مع اللابوبو واللافوفو
كانها فعلا لايك اكشلي حاجات غاليه بفلوس. هذا اللبوبو الأصلي وهذا اللفوفو. This guy has a tail. They call Simomo. If she doesn't have tail, we call her Labubu. كل اللي بحكي لك ده طبعا غريب، بس عارف ايه الاغرب؟ انك لما بتشتري لبوبو انت ما بتبقاش عارف ايه اللي جوه. انت مش بتختار الشكل او الشخصيه او اللون، العلبه بتوصلك مقفوله بلاين بوكس، انت بتبقاش عارف هيطلع لك انهي شخصيه، انت وحظك. وده هو جزء من السحر اللي خلى الناس تدمن الموضوع، العشوائيه. وفي نسخ نادره جدا تيجي مثلا واحده في كل 100 علبه. كل ده هو اللي خلق الهوس. الفكره ان طبعا محبين اللبوبو واللفوفو هو مش شخص يعني من الطبقه الفقيره او الطبقه المتوسطه، هو غالبا في الطبقه الغنيه. واللبوبو هي خدمه بتخدم رغبات اي انسان غني ما تعبش في فلوسه. حاجه غاليه مش رخيصه، بتديك شعور بالتميز، لان ناس كتير بدات تشتري كميات مهوله عشان يطلع لها النسخه النادره. ومعنى انك معاك نسخه نادره ان معاك فلوس كتير قوي تشتري لبوبو لغايه ما يطلع لك النسخه النادره، معنى كده انك غني. كول مان. الموضوع ده خلق اقتصاد موازي. في ناس فتحت بيزنس وبقت شغلتها ان هي تبيع وتشتري لبوبو. بقى في سوق سودا. لا ده بجد انا مش بهزر، هو في سوق سودا للبوبو. طبعا الهوس ده خلى الاسعار تعلى، لان لو ما قلتلكش ان اللبوبو سعرها بيتراوح ما بين 20 ل 30 دولار، وفي السوق الثانوي ممكن توصل ل 300 و1000 دولار. ولو كنت فاكر اللي انا قلته لك في اول الفيديو هو كليك بيت وبحاول اشدك عشان تكمل الفيديو، لا، في نسخه اتباعت فعلا في مزاد علني باكتر من 150,000 دولار. كانت نسخه حجمها كبير شويه بجد، دي مش اشاعه، دي حاجه حصلت في 2014 في مزاد في بكين، كان طولها 4 أقدام واتباعت فعلا بالمبلغ ده. وده اتوثق في تقرير من رويترز وبيبل. اللي بيحصل ده مش مجرد ولع بلعبه، ولع المصطلح ده انعكاس لحالة نفسية أعمق. علماء النفس بيسموا الحالة دي behavioral addiction. الناس بتتعود على الإحساس بالمفاجأة، بالندرة، تميز، أدرينالين كتير قوي بقى، وده بيخليهم يشتروا أكتر ويصرفوا أكتر ويعيشوا في وهم إن هم بيملكوا حاجة نادرة أو غالية، أو حتى وهم إنه بيشيل لبوبو عشان أنت اما تشوفه تعرف إن ده لبوبو سعره غالي، فأنت مش شخص فقير، أنت شخص معاك فلوس تشتري لبوبو. فاهم أنت أقصد إيه؟ طبعا يعني في الآخر لعبة بلاستيك، لعبة. هنا تكمن عبقرية شركة بوب مارك. ده هو العبقرية في التسويق اللي بيستخدم استراتيجية اسمها سنو بول ماركتينج، وهي انك تخلق قيمة زائفة حوالين المنتج وتخلي الناس هي اللي تروج له. الناس بتصور، بتحكي، تعمل فيديوهات، وده بيخلي الترند يكبر اكتر واكتر. طب ليه في نظريات بتقول ان دي علامة على ان الاقتصاد هينهار؟ ده بسبب نظرية اقتصادية غريبة اسمها ليبستيك افكت، اللي هو الروج. النظرية دي ظهرت سنة 2001 واتكررت سنة 2008. النظرية دي بتقول ان وقت الازمات الاقتصادية الناس بهستيرية بتصرف فلوسها على حاجات تافهة وصغيرة بس عشان تبسطهم، زي الليبستيك احمر الشفاه. ده حصل قبل كده. ولما تيجي تبص دلوقتي على لبوبو تلاقي ان ناس كتير قوي بتصرف آلاف على دمية صغيرة اكشلي ملهاش اي خدمة، ما بتعملكش اي شيء، هي بس مجرد لعبة دبدوب بس عشان يحسسك بالراحة، يحسسك انك مميز. والموضوع ده اخد جدية اكبر لما CNN نشر التحليل بيقول ان اللي بيحصل في ترند لبوبو ممكن يكون مؤشر لانهيار اقتصادي قادم، زي ما حصل قبل كده في ازمات اقتصاديه سابقه. اللي زادت طين بله ان في تقارير ماليه قالت ان بوب مارك حققت اكتر من $500,000 مبيعات بس من لبوبو. الرقم ده مرعب، لاننا مش بنتكلم عن شركه سيارات ولا شركه موبايلات ولا الكترونيات، دي دميه ما بتقدملكش اي سيرفيس يا اخي، حتى كفر الموبايل ليه لازمه اكتر منها. دي شركه العاب. الرقم ده في المده دي مش منطقي معاها. وفي اول نص سنه من 2025 وصلت مبيعاتهم ل $870 مليون حسب تقارير من ذا ديلي بيست وفاينانشال تايمز. في محللين اقتصاديين طلعوا على CNN وقالوا ان اللي بيحصل ده ممكن يكون مؤشر على ركود اقتصادي عالمي، زي ما قلنا ده نفس النمط اللي بيحصل في الازمات الكبيره، زياده في شراء الكماليات الصغيره، انتشار ترندات غريبه، واستهلاك عاطفي مش منطقي. والاغرب ان ده مش بس في قاره اسيا، لبوبو دلوقتي في امريكا، اوروبا، في الشرق الاوسط. لا لبوبو وصل مصر يا جماعه. السؤال الحقيقي هو احنا فعلا محتاجين اللعبه دي ولا محتاجين الاحساس اللي بتديهولنا؟ تحب اقول لك ان هي حاجه تجيبك تحت خالص؟ في ناس دلوقتي بقت مش بتعتبر لبوبو لعبه، في ناس بتعتبره استثمار. في ناس بتشتري نسخ كتير وتحطها في صناديق ازاز ويستنوا لما سعرها يعلى عشان يبيعوها زي الذهب كده. الموضوع ما بقاش هزار. في مواقع بتعرض كل دميه وسعرها زي البورصه كانها بيتكوين. كل اصدار جديد بقوا يترقبوه كان الفيرجن الجديده من ايفون هتنزل، والناس بقت بتعمل مراجعات وتحليلات لكل نسخه، حجمها، لونها، ندرتها، حتى تاثيرها في السوق. الموضوع اتقلب من لعبه لمشروع استثماري، ومن ترند ظريف لجنون اقتصادي عالمي. وفي النهايه لبوبو مش دميه، لبوبو هي مرايه بتورينا الانسان العصر الحديث بيتصرف ازاي وبيفكر ازاي وبيهرب من الواقع بتاعه بايه، وانه ما بقاش بيشتري العاب، الالعاب بقت هي اللي بتشتريه.
وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. انا بجد ما انا اي فيل ويرد، انا لا اشعر اني تمام، حاسس بالغرابه في الموضوع اللي انا اتكلمت عنه النهارده ده، بس يعني هو ده الواقع بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار، ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وقبل ما تمشي، ده الانستجرام بتاعي، بنزل هناك محتوى مختلف تماما عن اللي بعمله هنا في القناه. اكد انك عامل لي فولو هناك، هسيب لكم اللينك تحت في اول كومنت. يب ذاتس ات، واشوفكم في حلقات قادمه. لبوبو سي يو ليتر. الوحش لبوبو. استغفر. مش ده عامل فيديو اتكلم عن لعبه